فلتر الشوتة لا تبدله، واستعمل دهن تجاري مثل الموجود بمعظم محلاتنا، واستعمل بنزين عادي. انا اضمن لك انه محرك سيارتك حتى لو ماشي 50,000 60,000 ايش راح يصير من تفتحه وتشوف. الولفات راح يدخل لهن زيت او بخار الزيت من ولف الراجع مال المحرك، بالاضافة الى تراب يدخل من فلتر الشوتة التعبان المتحطم المدمرة الروابط مالته، يعني انت ما تبدله، هذا مقدس. بالاضافة الى البنزين التعبان المغشوش، هذا كله راح يتراكم على الولفات وعلى الكاور وعلى البستم. من يصير احتراق انفجار داخل المحرك على مود يشتغل المحرك، هذه المواد من تجتمع كلها راح تصير حجار حصو تشلب على اطار الولف، فبالتالي الولف يقوم ما يقفل. من يقوم ما يقفل وسيارتك جديدة تحس عزم السيارة انتهى تعبان ماكو حصر، الولف ما يقفل، فيصير تسريب للضغط، يصير بها صرف للدهن. هو اصلا انت الدهن اللي تخليه مغشوش هم بتبخر عالي، يصير بيها صرف للوقود لان ما جاي تعطيك عزم، وبالتالي العقل يحاول يعوض فقدان العزم اللي بالمحرك، يظل يضخ وقود اكثر. فتجي من تفتح تشوف الولفات وتشوف الكاور والبستم تلقاه منتهي، احتمال حتى يعوج لك ولفات، يعني اذا تشلب ولف بسبب الترسبات اللي عليه ينعوج ويا صعدة البستم يتفلش. شنو الحل؟ الحل انه هذا يتنظف بمواد خاصة، ينفتح الدكشن البارد، تنضخ هاي المادة مع فتحة الولف، طبعا فني يسويها، تذوب هاي الترسبات اللي موجودة على الولفات على الكاور على البستم وتطلع. هاي المادة اكو نوعين من هاي المادة، نوع رخيص يجيبونه جماعتنا ويبيعونه غالي، هذا النوع من تخليه تبخه داخل غرفة الاحتراق وعلى الولفات وعلى بالكاور يتفاعل بس ما يشلع الترسبات كاملة، فيحتاج فرشة، يدخلون فرشة يظل يحاول ينظف بالمساعدة بهاي المادة، يطلع هاي الترسبات، ولكن يطلعها اللي بالوجه، لأن داخل غرفة الاحتراق شلون راح يوصل الفرشة؟ يفتح المحرك فيتنظف اللي بالوجه لأن توصل له الفرشة، اللي داخل المحرك ما راح يقدر يوصل له، فبس المادة هاي اللي تقدر تنظفه والباقي يبقى تنظيف، ولكن يعني مو 100%. اكو بعد مادة ثانية يستخدمونها هنا انا شايفها ويستخدمونها بدول الخليج، اللي هي مادة تايلندية من شركة ايزي، هاي بدون فرشة، شوف شلون تبقبق تشلع الترسبات كاملة، وبالتالي يرجع الولف يحصر، يرجع الكاور نظيف، يرجع البستم نظيف، فترجع سيارتك بعزمها الكامل، يرجع توفير الوقود، يرجع انه ما تحرق دهن بسبب الترسبات اللي تصير تقفل الرنجات، الرنج الاول خصوصا. فتقدر تستخدم هاي المادة عند اللي يبيعونها، الورش اللي يشتغلون بيها. صراحة انا شفتها موجودة عند سيد صادق بالورشة المطورة، راح اخلي لكم عنوانه لو بالتعليقات لو بوصف الفيديو يستعملها. ايش قد تكلف والله ما اعرف سعر التنظيف. هاي من تقدر يعني من تنظف محرك سيارتك النوبة تحاول تحافظ عليه، يعني ما تخليه يوصل لهاي المرحلة مرة ثانية. فش تسوي؟ تلتزم بتبديل فلتر الشوتة كل موسم، كل 6 اشهر، زين، وبين هاي الفترات تنظفه من التراب، خصوصا من يصير الجو مغبر، حتى تحافظ على غرفة الاحتراق نظيفة من الأغبرة، يعني ما يدخل لها غبار ويشلب بالدهن اللي جاي من ولف الراجع، وبالتالي يصير احجار من يشتعل. تستخدم زيت محرك أصلي، دور على نوعية تكون أصلية، نسبة تبخرها تكون قليلة، مو تجاري ويتبخر بسهولة، وبالتالي يرجع بولف الراجع. وحاول ولو منين تحاول على مود البنزين المحسن، حاول تشوف لك محطة بنزين بيها بنزين نظيف.
بس الغالبية يقول لك هذا إعلان مدفوع الثمن. حتى لو كان إعلان مدفوع الثمن، المهم دليتكم على شيء نظيف، المهم دليتكم على شيء صح. ليش تدفع فلوس وتروح تنظف ويفتحوا لك الدكشن البارد ودق فرشة؟ انت دافع ودافع. لو تشتغل صح، لو لا تشتغل خليها على زقاطها. يمتى ما ينتهي المحرك اشتري طابوقة ثانية. تحياتي. واخيرا صرت طاق. بس سيد عندي عتب وياك، ليش داز لي الفلوس صرة من الدراهم؟ ادري وين عايشين احنا بالعصر العباسي. العراقي والله ما أدري.